Let's go move. تمرينك مش اقوى حاجه وعايز تطور من تمرينك؟ تابعني للاخر علشان تعرف اهم 3 مفاتيح لتحسين تمرينك. الخير جاي. المفتاح الاول، هتصور نفسك فيديو. استغفر الله العظيم، اعوذ بالله من غضب الله. لا انا مش قصدي اللي في دماغك. ما لفظك بني يخرب بيتك. انا قصدي انك علشان تكتشف اخطائك لازم تصور نفسك فيديو وانت بتلعب اي تمرين، علشان طول ما انت مش شايف اخطائك عمرك ما هتعرف تصلحها. ومش كده وبس، ايه تاني؟ انت كمان ممكن تستعين بحد متخصص يراجع الفيديو بتاعك ويبقى عينك التانية، زي مدرب زميل مثلا او مدرب برايفت زي انا كده مثلا. بس ده مش افيه، دي حقيقه. يقدر يفيدك باي ملحوظه بسيطه انت ما تكونش واخد بالك منها. بس انت عفريت، بتعرف الحاجات دي منين؟ المفتاح التاني وهي المجاميع، وركز معايا كده شويه الله يبارك لك. وركز معايا. خليك فاكر دايما ان كل مجموعه هي اهم مجموعه بالنسبه لك. طلع طاقتك صح في كل المجاميع الفعليه، والمجاميع الفعليه هي المجاميع اللي بتحس ان العضله بتاعتك بدات تشد معاك فيها. انت بتقول ايه؟ اللي بقوله ان في ناس كتيره جدا بشوفها بتتمرن بشده ضعيفه، والتمرين نفسه بيبقى مجهوده ضعيف وبيضيع عليه مجاميع كتيره جدا ممكن تكون فعاله بالنسبه له. يا راجل والله زي ما بقول لك كده. وتعال نشوف مع بعض بقى المفتاح الاخير وهو المجهود. تعال. المجهود مرتبط دايما بالاداء. ممكن العب ب 200 كيلو سكوات وانزل ربع او نص نزله، وهخرج من التمرينه دي تعبان ومرهق ومدشمل على الاخر، وهفتكر كده اني اتمرنت بقوه وجمدان وهبقى مبسوط اخر انبساط. بس كل ده للاسف غلط. يعني الحدوته اللي عشناها دي كلها تطلع وهم اونطه؟ الحقيقه يا عزيزي المتدرب ان المساله مش مساله وهم ولا اونطه، المساله مساله انك كده انت مرنت جهازك العصبي والمفاصل ونسيت تمرن اهم حاجه. ايه؟ عضلاتك طبعا يا وحش يا ولد. فبالتالي الاداء والتحكم في الوزن اهم مليون مره من التعتيل بالوزن. التمرين اللي بجد واللي هتحس بقيمته هو انك تعمل مدى حركي فعال بوزن وتيمبو انت متمكن ومتحكم فيه. خلاص كده خلصت الحدوته. انا لحد هنا وخلصت، وما تنساش تعمل لي اللايك والمتابعه وتستناني في الفيديوهات اللي جايه، وسلام. اكبر عليك. ايه الحلاوه دي؟